سنة 1986 لو دخلت السينما ساعتها كنت هتلاقي فيلم بيبدأ بكلمة من المخرج بتاعه، ودي كانت حاجة غير عادية في عالم السينما في الوقت ده. المهم المخرج بيوقف الشاشة وبيقول: هذا الفيلم ليس له صلة بالواقع، بل هو تخريفة من تخاريف المخرجين، فإذا لم يعجبكم أرجو أن تروه مرة أخرى. المثير للدهشة هنا يا شقيق إن في آخر الفيلم وخلاص وقت ما أنت مستني تتر النهاية يظهر، هتشوف المخرج التاني بيوقف الشاشة وبيكلمك وبيقولك: كان هدفي أن أقدم لكم فيلما ليس له صلة بالواقع، ولكن الطبع يغلب التطبع، فإذا بالفيلم كما شاهدتموه يصبح واحد من أفلام الواقعية. المخرج ده شقيق يبقى رائد الواقعية صلاح أبو سيف، وكانت هي دي نظرته عن تحفته الفنية فيلم البداية. هنا نبي هاليا العظمى. وكأن صلاح أبو سيف بكلامه ده كان عاوز يقولك انه هو بيبدأ شغل في الفيلم ده فعلا ما كانش بيفكر في الواقع، وبيحاول يخترع قصة خيالية بجميع أركانها، لكن الواقع هو اللي فرض نفسه على قصته زي ما انت هتشوف في الحلقة. فيلم البداية يا شقيق قصته بسيطة جدا، ناس طبيعيين راكبين طيارة والطيارة وقعت بيهم في الصحراء، وهم بيتمشوا في الصحراء لقوا واحة فيها نخل بيطرح بلح وعين فيها مية ساقعة ويشربوا منها مية زي ما هم عايزين. النخل اللي في الواحة ده يكفي مدينة بحالها، والمية اللي في العين ما بتخلصش. تعال بقى أسألك سؤال وعايزك تجاوب عليا بكل منطقية وبصراحة وأمانة. هل ممكن حد فيهم يتخانق مع التاني علشان خاطر شوية بلح مثلا؟ أو هل حد فيهم ممكن يتحكم في التاني ويقول له لا أنت بتشرب كتير أو أنا بشرب أقل منك، أنت المفروض تشرب زيي، أو كل الكلام ده؟ أكيد طبعا وأنت قاعد على الكنبة بتتفرج عليا هتقول لي لا. لكن صلاح أبو سيف والمؤلف لنينو الرملي كان ليهم رأي تاني خالص، وهو إن الناس دي هتكون نواة اختبار للإنسانية. ال 12 راكب دول هيكونوا نواة اختبار لإنسانية المجتمع البشري كله، نواة اختبار لعقل ووعي مجتمع بحاله. الناس دي هتكون اختبار حقيقي لمجتمع، هل أفراده عندهم قابلية للدستور وللقوانين والديمقراطية، وإنهم قادرين يعيشوا الحياة بعدل ومساواة حقيقية دون تمييز أو تبجير حد بعينه. الناس دول يا شقيق هم كانوا اختبار لسؤال تاني أهم وأخطر، وهو هل الإنسان يقدر يعيش من غير سلطة فوقية، سلطة عالية عليه هي اللي بتحكمه وبتتحكم في نظامه، ولا لا؟ كل الأسئلة دي يا شقيق والاختبارات اللي مجتمع كامل اتحط فيها دي كانت أقرب لمحاكاة تاريخ البشرية كله، تاريخ بدأ من أيام العصر الحجري لحد النهاردة. لكن احنا هنا يا شقيق هنركز على الفيلم، وانت هتشوف المحاكاة دي بنفسك على ال 12 راكب اللي وقعوا من الطيارة. وللعلم ال 12 راكب دول من مختلف أطياف المجتمع، يعني عندك منهم الدكتورة، وعندك منهم الصحفية، وعندك منهم المحامي ورجل الأعمال الكبير، وعندك الفنان التشكيلي الحر، وعندك منهم الرياضيين واللي هيمثلوا بلادهم في المحافل الدولية واللي مستواهم التعليمي كان ضعيف وقتها، وعندك الفلاح البسيط، وعندك الراقصة الاستعراضية، وعندك طاقم الطيارة اللي مكون من مضيفة واثنين مساعدين وكابتن الطيارة. خدت بالك من حاجة يا شقيق؟ معظمهم متعلمين كويس جدا وناس ذو مكانة مرموقة في المجتمع، ولو في حد تعليمه على قده في الفيلم ده فهم 3: عدولة الرقاصة، وصالح بطل الملاكمة، وسالم الفلاح البسيط، يعني 3 من أصل 12. وأظن ده مش كارثة. طب هي فين الكارثة بقى؟ الكارثة هي كانت عند نبيه بيه المحامي ورجل الأعمال، الراجل اللي قرر يلاعب الناس دي كلها ملك وكتابة على ملكية الواحة. وطبعا الناس دي قالت لك يا عم يلا بينا ادينا بنتسلى، ونبيه بيه في اخر اللعبة كسب الواحة، ولحد دلوقتي الناس دي فاكراه انه بيتسلى والموضوع لعب وخلاص. لكن الناس دي بتتفاجئ في لحظة لما نبيه بيه بيقول لهم الواحة دي بتاعتي وملكي ومفيش حد هيمد ايده على حاجة فيها بدون اذني. طبعا عادل الفنان المثقف الحر هيرد عليه ويقف له ويقول له طب ورينا بقى هتحمي ملكك ده ازاي، ويبدأ كل واحد فيهم يستخف بنبيه ويجري وياكل البلح من كل حتة هو عاوزها. لكن نبيه بيفاجئهم كلهم بمسدس ويضرب نار عليهم. مش عارف الصراحة ازاي نبيه راكب الطيارة ومعاه مسدس، بس دي يسأل فيها صلاح أبو سيف ونينو الرملي الله يرحمهم. لكن الأزمة هنا يا شقيق إن نبيه سياسي محنك ومدرك إن مهما كان معاه مسدس وهم لأ، إن مش ده اللي هيخليه يسيطر على الواحة. وساعتها
نبيه هيستغل أكتر سلاح بتستغله الأنظمة الديكتاتورية الفاسدة، وهو الجهل. نبيه هيشوف صالح الملاكم بياكل من البلح، فنبيه بخدعة شيطانية هيكلم صالح من بعيد على أساس إنه البلح اللي بياكله، والبلح بيتهم صالح إنه حرامي عشان بياكل حاجة مش ملكه وهي ملك لغيره، وصالح بيصدق. وبعدها نبيه بيظهر لصالح بوش ملاك بريء طيب، وبيجيب سالم كمان، ويبدأ نبيه يطبق نظرية فرق تسد. وبالفعل نبيه بيعين صالح قومندان على الواحة، وبيقول لسالم إن عادل ديمقراطي. فلما سالم بيسأل نبيه يعني إيه ديمقراطي، هنا نبيه هيشتغل على الوازع الديني اللي عند صالح وسالم، وهيقول لهم ديمقراطي يعني ملحد. سلام، أنا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق أنا عمري ما شفت واحد منهم في بلد. نبيه جند أول 2 وأهم 2 يا شقيق، ال2 اللي مش هيفكروا في أي حاجة وهيقولوا له دايما حاضر ونعم، ودول أساس ونواة أي نظام نبيهي. نبيه مهمته بقت أسهل في إقناع باقي ركاب الطيارة، وبالفعل هيقتنعوا، وعادل اللي كان معترض من شوية هيضطر يسير مع البقية. نبيه هيبدأ طموحاته في بناء وحده تتسع وتكبر، ويبدأ أول حاجة باسمها، ومعروفة أي عقلية ديكتاتورية مسيطرة زي نبيه يوم ما هتسمي الواحة بتاعتها هتسميها إيه؟ هتسميها على اسمها، نبيهاليا. وبالفعل بتبدأ نبيهاليا في إنشاء توسعاتها الحضارية، وبيبنوا قصر من البلح. بعد ما بيخلصوا بنا بيكتشفوا ان نبيه كان مخليهم يبنوا القصر ده ليه هو لوحده. وعشان كده يا شقيق وهم بيبنوا القصر ده هتسمع كلمات الشاعر سيد حجاب بصوت احمد زكي اللي هو عادل، وهو بيغني وبيقول هوبا هيلا هوبا ابنوا بكرة هتاخدوا البومبا، هيلا 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 بتقيموا البنيان بعرقكم وبتشقوا في الشمس الحامية وبتبنوا بيت اللي سرقكم وحكمكم بالصدفة العامية. هيلا 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 طول عمرنا كده خيرنا لغيرنا، نبني الناس تحصدنا وتجني الظلمة تكسر مناخيرنا ونعيش عمرنا ظهرنا محمي. الأسوأ من كده يا شقيق إن نبيه ما اكتفاش بكده وبس، ده بدأ كمان يتحكم في أكلهم وفي عدد البلح اللي بياكلوه، وهيبدأ يشغلهم بالأجرة. طب ليه كل ده عم نبيه؟ انت مستفيد ايه؟ نبيه كانت دايما نظرته لكل الركاب دول انهم مجرد رعاع، ما كانش فاهم خالص ان مهودتهم ليه وسماعهم الكلام ما هو الا ان الانسان بطبعه مسالم ومش عاوز مشاكل. شايف البقين دول يا شقيق هم اللي عاملين في كوكب الارض كل اللي بيحصل دلوقتي، لان المسالمه وتريح الدماغ ومشي الدنيا علشان المركب تمشي عمال على بطال اللي زي نبيه واشباهه بيشوفوها ضعف وجهل وتخلف، وعمرهم ما شافوها ان ده سلام وتسامح، ودايما هتكون في نظر نبيه مجرد رعاعة. يعني نبيه انت هتشوف في عينه من اول لحظة شاف فيها الواحة رغبة السيطرة والتحكم في الواحة وفي كل اللي حواليه، وكل ده عشان يبني امبراطوريته الخالدة. وده عكس واحد زي عادل الفنان المثقف اللي مؤمن بحقوق الانسان وحرياته الكاملة، اللي اول لما شاف الواحة قال لأمال ان الواحة دي ممكن تكون فرصة للواحد انه يبعد عن زحمة المدينة وتحكمها فينا واستعبادنا ليها. شايف السطر ده شقيق؟ اهو ده السبب في كل اللي حصل في نبيهاليا. السطر ده شقيق على الرغم ان عادل قاله لنفسه وده اللي كان نفسه يحصل، لكن السطر ده ما كانش كفاية خالص ان يخلي عادل ينجو من سيطرة وتسلط نبيه عليه. السطر ده هو اللي خلى بقية الركاب يخضعوا لنبيه بكل سهولة. وهنا الكاتب والمخرج عاوزين يقولوا لك حاجة واحدة بس، ان الانسان المعاصر اللي هو احنا يعني في زمن 86 مهما اختلف درجات تعليمه
ومهما اختلفت معدل ثقافاته في النهاية هو متبرمج على سيطرة وتسلط نبيه كان متجسد فيه، في شخص أو في نظام. ويمكن المشكلة مش إن البشر بيحبوا السلطة، يمكن المشكلة الحقيقية إنهم بيخافوا من غيابها. ببساطة يا شقيق، سيكولوجيتك متبرمجة على إنك تكون خاضع لنظام بيتحكم فيك وفي أكلك وفي شربك وفي نومك، أيا كان النظام ده إيه، رأسمالي أو شيوعي أو ديمقراطي بيؤمن بالقوانين وحقوق الآخرين، أو حتى ديكتاتوري يؤمن بالبطش فقط. وعشان خاطر كده هتلاقي صلاح أبو سيف بيعرض لك كل أنواع الأنظمة دي في مشاهد معينة وبزوايا كاميرا مختلفة وبتفاصيل مختلفة. يعني شوف هنا كده نبيه وهو واقف بيتفرج عليهم وهم بيبنوا البيت بتاعه بزاوية الكاميرا دي، ووقفة جميل راتب وهو بيباشر عماله وهم بيبنوا القصر بتاعه، تحسها ولا وقفة لينين في مجده السياسي. ولقطة تانية ونبيه بيوزع عليهم البلح نظير الشغل اللي عمله، وكل واحد بياخد وبيتكافئ على قد الشغل والمجهود اللي بذله. ودي صورة واضحة للرأسمالية بتحكماتها اللي بقت فيروس منتشر فينا كلنا. وعندك مثلا لما نبيه بيقرر يعمل محاكمة لعادل، وبتكون محاكمة عادل محاكمة عادلة، محاكاة لمحكمة حقيقية، محكمة فيها قاضي ومحامي ومدعي عام وجمهور بيحضر الجلسة، محاكاة لأي نظام ديمقراطي بيحكم بالدستور والقانون. لكن عبقرية صلاح أبو سيف هنا إنه خلى نبيه يكون القاضي والنيابة والمحامي، وكأنه عاوز يقولك يا شقيق إن حتى الديمقراطية بتتحول لديكتاتورية في ثانية. أو بمعنى أصح، هل المؤسسات بتحمينا من الديكتاتورية ولا أحيانا إحنا اللي بنديها الشكل القانوني؟ ركاب الطيارة يا شقيق كان عندهم فرصة يخلقوا عالم جديد ليهم على الواحد، عالم خالي من التحكمات وخالي من الظلم والخداع، عالم خالي من الأشرار. لكن الطبيعة البشرية بتغلب أي مثالية إحنا بنفكر فيها أو بنتمناها. ويمكن عشان كده صلاح أبو سيف والنين الرملي لما لقوا الواقع فرض نفسه على روايتهم فقرروا يكملوا المحاكاة للواقع ويعملوا تلفزيون نبيهالية. والتلفزيون هنا بيتكون من 12 قناة وبتشوف فيه إسقاط وسخرية زي المشاهد دي. ولكن في النهاية شقيق، أهل مدينة نبيهالية بيفوقوا لنفسهم بعد ما نبيه بيتحرش بأمال. وانت عارف الست أساس أي شرارة في أي مجتمع، حتى لو واحة في عرض الصحراء. كل اللي حكيتهولك ده ما خلاهمش يصوروا عليه، ولما حاول بس يتحرش بأمال الدنيا قامت ما قعدتش. وده طبعا سحر المرأة يا شقيق، ما فيهاش كلام. المهم عادل وبقية ركاب الطيارة بيقرروا يقيموا انتخابات عاجلة حرة ونظيفة، ونبيه بعد الضغط بيضطر يقبل، وعادل بيكسب الانتخابات. وعشان لسه ركاب الطيارة أو شعب نبيهالية بيتعاملوا بسلام ومش عاوزين مشاكل ودايما مطبقين مبدأ اقصر الشر، بيسيبوا نبيه يمشي بعيد عن الواحة على أساس إن كده خلاص نبيه هيبعد عنهم. لكن على موضة كل حاكم ديكتاتور ومستبد شعبه بيثور عليه، وعلى طريقة نيرون لما ولع روما بحالها نبيه بيولع نبيهالية بحالها. وعادل وكل اللي معاه ما بقوش عارفين هيعملوا ايه، لحد ما بيجي لهم النجدة من السماء. والكابتن خالد قائد الرحلة اللي سابهم في أول الفيلم ورفض إنه يقبل بالوضع الحالي وفكر في حل عملي وإن هو ينجي بنفسه وبعد كده يحاول ينجي الباقي، عمل كده فعلا. وأول لما نجي بنفسه جه علشان ينقذ بقية ركابه ومساعدينه. وكأن دي رسالة من صناع الفيلم إن مش دايما الرضا بالأمر الواقع لحد ما ربنا يسهلها هو أفضل حل. نبيه يا شقيق بيشوف شعبه بينفد بجلده ويسافر وبيرجع لحياته الطبيعية، شعبه اللي كان بيحكمه بالمسدس أحيانا، وأحيانا أخرى بمكر السياسة، وأحيانا أخرى بتجويعه. وكأن ده شيء أفضل عقاب لأي نبيه عايش معانا على الكوكب، وهو إن شعبه يسيبه لوحده في وحده. نبيهالية فيلم البداية ما قدملكش أي حلول، لا ليك ولا الأبطال الفيلم ولا حتى النبيه قدر إنه يقدم له علاج يعالج بيه عقدته مثلا. لكن الفيلم حطك في اختبار أهم وأصعب، وهو لو أنت مكان الركاب دول هتقبل تكون زيهم، ولا هتختار تكون زي الكابتن خالد، ولا هتختار تكون نبيه. المشكلة الحقيقية يا شقيق إن نبيه لوحده عمره ما كان هيقدر
يبني نبيها ليها. سلام يا شقيق.